بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أننا سنأتي بحلف الناطق. أنا أقول لكم الآن روحوا شوفوا طقار وزارة الدفاع شكون اللي راه يجيها؟ الجزائر ألا تنسق الآن مع الناطو؟ بوتفليقة ما تلاقاش مع رئيس حلف الناطو؟ الآن لحد الآن هنالك تنسيق بين الناطو وغير ذلك، وكما قال أحدهم غدوة إذا كان دخل الناطو، نعم إذا دخل غدوة الناطو سترون بإذن الله عز وجل من يقف ضد الناطو ويدفع ماله ودمه في سبيل الله تبارك وتعالى. ونشوفوا هذا الناس الذين يخوفون بالناطو هما اللي يكونوا في الأحضان نتاعهم. إذا نسأل الله عز وجل فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. نعم ما تخوفوناش احنا بالناطو، احنا نعرفوا شنو هو الناطو. انتم اللي تتعاملوا مع الناطو بالخفاء وبالسر. لما ضربت 11 سبتمبر كاين جنرالات في هذيك الليله كانوا وين؟ كانوا تم في نيويورك باش يوريوا لهم كيفاش يحاربوا منا من الجزائر. اذا هذه القضيه ما زيدوش تلعبوا بنا قضيه الناطو. نحن لسنا خوان، انتم الخوان، وستكشف الايام من هو الخائن. نعم لحظة سأجيب عليها وأنا أنا عارف يا سيدي الأخوان قلت لكم بارك الله فيك. ها يا سيدي سأجيب عليها إن شاء الله. فصبر جميل فيكم الصبر. بارك الله فيكم الصبر. أما قولهم العشرية السوداء كل مرة يعاودونا راكم توليوا للذبح والقتل وكذا. احنا نقول لكم بكل صراحة كل مرة نعاودوا الشيء إذا تكرر تقرر، خاطر علاه هما عندهم الإعلام ويسحوا لهم المجال وإحنا ماناش ممنوعين، ولكن إن شاء الله بإذن الله عز وجل الحق يغلب الباطل بإذن الله عز وجل. لماذا؟ لأن الحق يثبت إن شاء الله. ممكن تغلط مليون، تغلط 10، تغلط اليوم، تغلط لكن من كان يقول بأن اليوم حملة المقاطعة عند عموم الشعب أكثر من أي وقت مضى؟ صح ولا لا؟ ونفرض نقول لكم بكل صراحة نروح أنا أبعد من هذا ونفرض شاركوا الناس وراحوا الناس، الجزائر ما تحلش المشاكل تاعها، وسيندم من ذهب سيندم ويعض أنامل الندم. نعم حتى لو كانوا يروحوا ولا يغلطوه ولا يوقعوا تحت الإكراه النفسي أو الإكراه الإعلامي أو الإكراه المادي فإنهم سيندمون. لا أقول لكم بعد عامين، بعد شهر أو شهرين، خاص راح يجيكم رمضان والدخول المدرسي واللباس وسترون. طيب هذه نقطة. طيب لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.